تشاهدون في هذا الفيديو أوقفت الشرطة الفرنسية مساء السبت رجلين في إطار التحقيق في سرقة مجوهرات من متحف اللوفر بباريس في 19 تشرين الأول أكتوبر، وألقي القبض على أحد المشتبه بهما السبت قرابة الساعة 10 مساء في مطار شارل دي غول أثناء استعداده للصعود على متن طائرة متجهة إلى الجزائر. فرجة ممتعة. هنا في مطار غواسي شارل دو غول اعتقلت شرطة الحدود الفرنسية رجلا كان يستعد للصعود على متن طائرة متجهة إلى الجزائر، وذلك بعد اتصال من فريق المحققين في قضية سرقة مجوهرات متحف اللوفر يؤكد أن الرجل الثلاثيني مشتبه به آخر ألقي القبض عليه الليلة الماضية أيضاً، كما أكدت المدعية العامة في باريس. وزير الداخلية رحب بهذا التقدم الكبير في التحقيق. القبض على المشتبه بهما تم بفضل الحمض النووي، حيث ترك اللصوص آثاراً عديدة كبصمات أصابع ولعاب، لا سيما على خزائن العرض التي تحتوي على المجوهرات المسروقة، ما سهل عمل فرق البحث. أخبار لقيت ترحيباً في الشارع الفرنسي. في النهاية أعطونا رأيكم في التعليق حول هذا الموضوع، ونرجو منكم دعم هذا القناة لأنها في البداية بالاشتراك وتفعيل زر الإعجاب ومشاركة هذا الفيديو.